يا صباح الخير. وصفة النهاردة تتبيلة للفراخ، يعني فراخ مشوية مع الخضار في الفرن، بس تتبيلة طعمها يجنن، لذيذة جدا. الفراخ هتطلع معاكو دايبة دايبة حرفيا. البطاطس معاكو والخضار اللي انتوا حاطينه هيبقى مستوي جدا. يعني وصفة سريعة وصحية من الحاجات اللي احنا كلنا بنحبها. شوية رز مع أو شوية مكرونة، أو حتى بالعيش مش هتقول لأ، لأن فيها صوص كفاية. فيلا بينا نبدأ على طول في الوصفة بتاعتنا ونقول ايه كل اللي احنا محتاجينه. عندي كبة هحط فيها بصلاية، 4 فصوص من الثوم، وعندي ليمونة مقشراها شايلة القشر الأخضر ومقطعاها قطع. عندي كمان 3 معالق من الطماطم، ممكن تحطوا طماطمايه فريش. وكمان 3 معالق من زيت الزيتون، 3 معالق كبار من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من الخل، نص معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل، ونص معلقة من الجنزبيل البودر والثوم البودر، ومعلقة من البابريكا المدخنة، هي دي بتديها طعم حلو جدا. نص معلقة من الكزبرة الخضراء، وربع معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة مليانة من الزعتر. وهحط على كل الكلام ده 3 معالق من المية، يعني مثلا ربع كوباية من المية. وهقفل الكبة كويس وهبدأ أضربهم كويس جدا. كل المقادير إن شاء الله والبهارات هتبقى موجودة في صندوق الوصف. أول ما بتتضرب كويس ببدأ أحطها. عندي فرخة كاملة مقسماها من الظهر ومقطعاها شرايح كده من عند اللحم، ومفرقة الجلد عن اللحم، بحيث ان انا بالتتبيلة ادخلها كويس جدا بين اللحم والجلد. وابدأ ان انا اعمل لها مساج خفيف كده من ظهر الفرخة ومن بطنها كمان، بحيث ان التتبيلة توصل لكل الفرخة. انا عملتها على طول في العلبة اللي ادخلها التلاجة، لاني هسيبها تتبل فترة، يعني اقل حاجة ساعتين عشان يبقى طعمها كويس. فهبدأ اغطيها واحطها في التلاجة، وقبل السوا على طول هجهز الصينية. اي خضار عندك بتحبيه حطيه. انا بحب في الصينية دي البطاطس والجزر والبصل، واوقات بحط البطاطا، بس دلوقتي البطاطا يعني مش موجودة. فهحط عليهم رشة من الملح، رشة من الفلفل، ومعلقة من زيت الزيتون. وهبدأ ان انا اقلبهم كويس، واضيف عليهم 3 معالق تقريبا من التتبيلة اللي احنا عملناها. هقلبهم برضو كويس جدا. كمية الخضار يعني على حسب انتوا بتحبوا ايه، او على حسب عدد الأسرة، فدي براحتكم خالص. بعد كده بقى بقلبهم كويس جدا، وهبدأ اضيف الفراخ. ارص بس الصينية بتاعتي كويس، وبعد كده هحط الفرخة عندي، اسويها كويس، واحط كمان اي تتبيلة موجودة، واحط برضو التتبيلة دي كويس على الوش كده. هحط معلقتين او 3 من المية، انا بحب يبقى فيها صوص شوية. عندي ورقة زبدة بلاها مية وحطيتها على الوش، وهغطيها كمان بورق فويل. بتقعد في الفرن تقريبا ساعة وربع. انا بحب الفراخ دايبة جدا، فبشيل الغطا او الفويل ده عليها بعد 3/4 الوقت، يعني قبليها بربع ساعة بشيلها. ولو احتاجت الشواية علشان الفراخ تتحمر اكتر بشغلها عادي، يعني على حسب ما انتوا شايفين فراخ بتاعتكم، على حسب فرنكم. بس كده بتدخل بتخرج بيبقى ريحتها جميلة جدا 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 بالتوابل، كل التوابل اللي احنا حطيناها. بيبقى الفراخ فيها دايبة زي ما انتوا شايفين. وكمان البطاطس بتبقى مستوية جدا، والجزر. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة، وما تنسوش لو عجبتكم تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتبعتوا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة عن قريب. مع السلامة.